مراته بتسرق فلوس من الخزنه وبتحطها في شنطه حبيب العامل نفسه بتاع الدليفري، وهو خارج بيقول له استنى عشان الشنطه مفتوحه، وبيخافوا وبيحسبوا انهم هيتكشفوا، بس بيقفل الشنطه وما بياخدش باله. اول ما بيخرج بيترمي الدهب بتاعها في الزباله، وبتقول له جوزها ما شفتش حلقه دهب كان هنا، وبيقول لها لا، وبتقول له الصراحه انا شاكه في الخدامه دي، وبيقول لها لا مستحيل تعمل كده عشان دي كانت شغاله مع عيلتي بقالها اكتر من 30 سنه. وبعد ما بتنضف بتقول لها استني وريني ايه اللي في الزباله، وبتلاقي فعلا الدهب بتاعها بتدور عليه جوه الزباله، وبتقول له اتاكدت دلوقتي انها حراميه، وبتقول له روح شوف حاجه اتسرقت من الخزنه. واول ما بيبص بالليل الفلوس كلها اتسرقت، وبيتم على طول الخدامه انها هي اللي سرقته، وبيقول لها انا هتصل بالبوليس، وبتقول له لا انا ما عملتش كده. والبنت بتخرج لحبيبها الحرامي وبتفرح انها سرقت مبلغ كبير، وبتقول له الخطه نجحت وصدق ان الخدامه هي اللي حراميه. وبعد ما بترجع البيت بتقول له ايه لقيت فلوسك، بس بتلاقي ان جوزها مربوط على كرسي، وبتقول له مين اللي عمل فيك كده، وبتطلع الخدامه وبتقول له اقعدي جنبه بدل ما اقتلكم انتوا الاثنين، وبتخليها تقعد وبتربط نفسها بالحبل، وبتقول في حد فيكم انتوا الاثنين سرق الفلوس واتهمنا انا الحراميه، وبتاخد الولد في الاوضه وبتقفل عليه، وبتسمع انها بتديله علقه موت وبتكهربه كمان، وبتخرج وبتقول لها ده جزاؤه عشان مش عايز يعترف، وبتقول لها دورك انت بقى، وبتخاف وبتقول لها اقول لك على الحقيقه، وبتقول لها انا سرقت فلوس وحطيتها في شنطه الدليفري عشان ده حبيبي وانا كنت عايز اهرب معاه، وانا اللي رميت ده في زباله عشان اطلعك حراميه، بس والنبي ما تعملي لي حاجه. ساعتها بيطلع جوزها وهو ما فيهوش حاجه، وبيقول لها انا دلوقتي اتاكدت عشان عارف ان الست ميسه عمرها ما هتسرقنا، وبيقول لها لو شفت وشك تاني هبلغ البوليس عليكي، والكلام ده كله كان متسجل، وبيقول لها اقل من 5 دقايق الفلوس تكون هنا.